ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهارده بيتكلم عن حاجات السكين كير المشهوره اللي انا جربتها وكان تاثيرها وحش قوي على بشرتي. I didn't expect ان هم يطلعوا كده يعني، والناس اول ما تشوفني انا عليا فيديو بلوجر بعمل فيديوهات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، فلو عايز تنضمي لينا بليز اعملي لايك صفحه الفيسبوك وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب ولايك للفيديو ده كمان، ويلا بينا نبتدي. بص، هو مبدئيا مش علشان انا فيديو بلوجر يبقى انا لازم اقول لكم كل الكلام الحلو بس واشكر لكم في الحاجات وكده. انا شايفه ان فيديو بلوجر زي ما بيقول للناس الحاجات الحلوه اللي يشتروها، دوره ان هو يقول لهم ياخدوا بالهم من ايه ما يشتروهوش. الفيديو ده بيتكلم عن الحاجات السكين كير اللي انا جربتها. هما بالظبط 2 براندز مشهورين جدا. للاسف منهم حاجات انا جربتها وطلعت وحشه. خليني ابتدي الاول بالبراندز وكده. اول براند انا صدمتني و I didn't like it اللي هو جلام جلو. جلام جلو من البراندز المشهوره جدا في امريكا والتوب سيلينج في امريكا. نجوم هوليوود بيحبوا يستخدموا جلام جلو. للاسف انا لما جيت جربت منهم ماسك الماد. هو الجار اصلا في جلام جلو غالي مش رخيص في سيفورا، يعني ممكن يبقى ب$50 او ب$60 تقريبا، يعني حوالي 1200 جنيه يعني رقم. انا جالي الجلام جلو اللي هي سامبل كده، جات لي في سات من سيفورا. الحمد لله يعني انا حمدت ربنا ان انا ما جبتش الجار الكبير او كده. فمهم قلت اجربه. في يوم حطيته بالليل على وشي. المفروض ان هو مكتوب عليه ان هو من 5 دقايق ل 20 دقيقه. انا كان قلبي حاسس ان في حاجه غلط فحطيته 5 دقايق بس، ما حطيتوش 20 دقيقه. جيت غسلته لقيت وشي احمر جدا جدا جدا. اتس كايند اوف sunburn مثلا، كانك قعدتي تحت الشمس 3 ساعات ونسيتي ونمتي تحت الشمس 3 ساعات. وشي احمر جدا جدا. اول 10 دقايق انا كنت بتنطط، يعني كنت متضايقه جدا ووشي باظ بقى ومش عارف ايه وبتاع ده، بس شويه بشويه ابتدى يهدى. الحمار راح كومبليتلي بعد يومين. لما يعني عملت سيرش كده على النت لقيت انه في ناس اجانب على اليوتيوب جايبين فيديوهات ليهم فعلا متضايقين ان وشهم احمر ومصدومين وحاجات كده كتيره. اللي ضايقني ممكن يكون هو دي طريقه عمله كده، ان هو عشان يشتغل لازم يعمل كده، بس اللي ضايقني ان هما لازم يكتبوا كده، لازم يعني يكتبوا warning ان هو هيعمل كده. فيمكن من ضمن الحاجات اللي فعلا صدمتني جلام جلو. ما اعتقدش ان انا هشتريه تاني. حاجه تانية، براند تاني اسمه اوريجنز. اوريجنز من البراندز برضو التوب سيلينج في سيفورا. انا عن نفسي بحبه جدا. في منه حاجات انا بستخدمها هكلمكم عنها في فيديوهات تانية حلوه قوي. للاسف في حاجه منهم ما طلعتش حلوه، اللي هو اوريجنز اللي هو فور اكني للحبوب. انا كنت جايباه برضه من سيفورا، يعني عشان محدش يقول ان انا جايباه من امازون او اي باي فيطلع مش اوريجينال ففي شك ان هو ما يكونش مظبوط. لا، انا كنت جايباه من سيفورا. اختي كان عندها، هو مش عندي يعني، هو عند اختي. اختي كان عندها حبوب فانا اديتهولها، قلت لها يعني ده بقى في سيفورا وجامد جدا وبتاع، والبنت يعني استخدمته على طول، يعني خلاص ما تنيتش كلامي. للاسف كان وحش جدا، بوظها وشها اكتر، خلى الحبوب اماكنها اسود بزياده. هو طبيعي ان اختي ما كانش عندها يعني مش بيطلع مكان الحبوب اسود كده. بوظها وشها فعلا. انا فعلا يعني كل ما بشوفها كنت بقى يعني بتصعب عليا ومش عارفه اقول لها ايه، اقول لها اسفه ولا اقول لها ايه بالظبط. ففعلا يعني من الحاجات اللي فعلا صدمتني في اوريجنز ان هم يعملوا برودكت كده يعني. فانا برضو يعني ندمانه ان انا اديتهولها بصراحه يعني. وهي اختي فضلت فتره عقبال ما بشرتها رجعت شويه زي الاول، بس طبعا برضو علامات الاسود كانت لسه ستيل باينه. بس فهي دي الحاجات، الحاجتين اللي انا جربتهم من السكين كير وطلعوا وحشين. انا حابه ان انا اقول لكم عشان تاخدوا بالكم، بس مش معنى كده ان البراند نفسها وحشه. لا، كل براند جلام جلو او اوريجنز من البراندز كبيره جدا وليهم حاجات كتيره حلوه جدا. فيا رب اكون افدتكم واشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.